سلام، كل سنة وانتوا طيبين وعيد حلو علينا وعليكم جميعا. ويلا بينا نعمل طاسة الكبدة الاسكندراني القمر دي، وكمان هنعمل معاها مكرونة بالصوص الأحمر، وكمان هنعمل معاها أحلى صوص طحينة للمشويات اللي هناكلها في العيد ويليق مع المشويات ومع الكبدة. يلا بينا على الطريقة. أول حاجة الكبدة لازم تكون متقطعة صغير بالشكل ده وننقلها على علبة، والعلبة دي لازم يكون ليها غطا. وما تخافوش يا جماعة من الحليب أبدا، الحليب ده بيشيل الزفارة. أنا بحط كوباية لكل نص كيلو. يلا بينا نعمل صوص الطحينة. هنحتاج معلقتين طحينة كبار، وهنحتاج معلقة زبادي صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهنحتاج عصير ليمونة كمان هنضيفه، وهنحتاج كمان غطا خل أبيض واحد نضيفه بالشكل ده، وعندنا سكر وملح وكمون وفلفل اسود. ونفضل نقلب. لو وصلت معانا للقوام ده ما تقلقوش، هنفكها ب3 معالق ميه، ونفضل نقلب بالشكل ده لغايه ما توصل للقوام ده. ويلا بينا نغطيها بستريتش راب وندخلها على التلاجة. ويلا بينا نعمل المكرونه. اول حاجه هنسلق المكرونه، اي نوع مكرونه عندك. هنحط 2 لتر ميه ومعلقه ملح كبيره وكمان معلقه زيت كبيره. اول ما تغلي الميه عندك، انا هنا استخدمت سباكيتي. اول ما تغلي الميه هتنزلي السباكيتي، هتنزلي المكرونه وتوطي النار، تفضلي وراها لغايه ما تستوي. بعد كده نصفيها ونغطيها. وفي نفس الحله اللي عملنا فيها المكرونه هنعمل فيها الصوص الاحمر التحفه. هنحط شويه زيت وشويه سمنه، وبعد كده بصلايه كبيره و3 فصوص توم. هنفرمهم بالشكل ده وننزل بيهم على الحله في الزيت والسمنه، ونفضل نقلبهم لغايه ما ياخدوا اللون الاشقر التحفه ده. وبعد كده هنعمل صوص الطماطم الحلو ده. يلا بينا على القطاعة. هنضيف اول حاجة علبة صلصة، وبعد كده هنحط 3 طماطمات كبار، وهنحط معاهم قرن فلفل حسب الرغبة. وبعد كده هنضربها كويس تبقى عصير طماطم بالشكل ده، ونضيفها للبصل ونفضل نقلب. وبعد كده هنضيف توم، سكر، ملح، فلفل اسود، وكمان شوية كزبرة ناشفة. وانا يا جماعة مش بحبها متسبكة قوي، انا بغطيها بالظبط 5 دقايق بس، مجرد ما تبتدي تبقبق كده وخلاص. على كده بجيب المكرونة وبنزلها عليها. انا مش بحب الاكل متسبك قوي، والبيت عموما عندنا مش بيحب الاكل متسبك قوي. وبننزل المكرونة نقلبها وتاخد غلوة واحدة، وتكون كده المكرونة جاهزة. نفضل نقلب فيها كويس كده لغاية ما كل حاجة تختلط مع بعضها، ونغطيها ونرفعها من على النار. يلا بينا نعمل الكبدة. شوية سمنة، شوية زيت. وهنا طلعنا الكبدة من التلاجة ونصفيها كويس بالصفاية بالشكل ده، وننزل بيها على الزيت. بس لازم يا جماعة يكون الزيت سخن، انا استعجلت، لازم يكون الزيت سخن. ونفضل نقلب فيها كويس من غير ما نحط عليها اي حاجة لغاية ما تبقى معانا بالشكل ده. وبعد كده نعمل الصوص الرهيب اللي بجد هنقلها في حتة تانية. توم، فلفل، ملح، كزبرة، كمون كتير، فلفل اسود، شطة، وكمان انا بحب ازود شوية هيل وعصير ليمونتين كبار. بس هنا انا مش هضيف الليمون كله، انا هضيف جزء من الليمون ومعلقة زيت زيتون كبيرة. ونقلب كويس جدا، والصوص كده بتاع الكبدة عندنا جاهز. اول ما الكبدة تبتدي تخش في السوا زي ما انتوا شايفين كده، ننزل عليها بالثوم ونفضل نقلب كويس جدا 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 زي ما انتوا شايفين. اقسم بالله يا جماعة الريحة تحفة، انا كنت جعانة موت، لولا الصيام كنت اكلت تحفة. وبعد كده نقطع عندنا الفلفل بالشكل ده، انا حبيت اقطعه مكعبات زي الكبدة بالظبط. وبعد كده نديله تقليبة سريعة، انا مش عايزاه ان هو يتهري، انا عايزاه يبقى بيقرش شوية. بجد يا جماعة شكلهم يفتح النفس، انا لولا الصيام كنت اكلت. بس ربنا يديم علينا نعمة الصيام. ما تنسوش الفولو واللايك وسبسكرايب، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.